الفواكه الزجاجية، الترند اللي قلب الدنيا. بيعملوها ازاي وازاي تتظبط معاكي؟ بصوا بتبقى من بره طبقة عاملة زي كأنها ازاز. هي مسمينها التنجولو او الفواكه الزجاجية. بصوا هنعمل مع بعض حاجات كتير، كيوي ويوسفي. هو بس الوصفة بتاعتنا ما فيهاش عنب للأسف، فيها موز وفيها جوافة. ممكن تقدري تحطي كمان فيها تحطي فيها تفاح، تحطي فيها كل انواع الفواكه اللي انتي تحبيها. ما يلا بينا نشوف وصفتنا كانت عاملة ازاي. الفواكه اللي هستخدمها معاكم في الوصفة: شرائح برتقال، عندي شرائح من الكيوي، وعندي كمان جوافة، وعندي يوسفي، وعندي فراولة، وكمان عندي موز، وعندي كمان الليمون. الناس اللي بتحب الليمون هتحب الليمون جدا جدا في الوصفة دي. يلا بينا نشوف ان المقادير بتاعتنا سهلة جدا. وانا بس فيلا بينا بقى. انا كنت الاول بعملها واحط عليها رشة ليمون على اي فواكه، علشان اولا ما تتبلش، وكمان ما تغيرش لون. زي مثلا الموز بيغير لون بسرعة جدا، بيأكسد. عندنا حاجات كتير جدا بتأكسد في الجو. حتى كمان البرتقال والكيوي بيبدأ ياخد طبقة كده من بره، ان هو يبدأ ينشف، او يبدأ ياخد زي طبقة كده ايه، يعمل زي طبقة قشرة كده من فوق، فما بيبقاش ظريف يعني. مع ان بنبقى احنا جايبين الفواكه فريش وعاملينها في نفس الوقت. وكمان بتبقى الوصفة اللي معانا النهاردة دي ان انتي تقدري تعملي الفواكه مش في لحظة ما الضيوف جايين. يلا بينا نشوف الوصفة الترند اللي مكسرة الدنيا. اول حاجة هنجيب حلة على النار، بسم الله. الكوباية اللي هتعايري بيها السكر هي نفس الكوباية اللي معانا في المية. هننزل بكوبايتين سكر، عليها كوباية مية، بسم الله. انا في الوصفة هحط رشة صغيرة جدا من الفانيليا، تقدري تبدليها برشة قرفة مثلا. وهي اصلا الوصفة ما بتحطيش فيها ولا فانيليا ولا قرفة. والسيرم او الشربات بتاعنا على النار واحنا واقفين قدامه، هنجيب مكعبات من التلج ونبدأ ننزل بمية مثلجة. بصوا انا جايباها حاجة غويطة كده علشان اقدر ان انا بدل يعني ما اغطيها تبقى كده مثلا، تكون حاجة مرتفعة عشان تكون الموضوع عليا سهل بسرعة، واعمل ايه كل الفواكه بشكل اسرع. زي ما انتوا شايفين انا واقفه قدام الشربات. هو شربات بس انا مش هحط له ليمون، لان لو حطيت ليمون هيبدا يبقى سائل شويه مني، فانا عايزاه يكون متماسك وفي نفس الوقت ما يجمدش. واقول لكم لو جمد هنعمل فيه ايه، خليكم معايا. من اول ما الشربات يفضل يعمل عندي كده، بصوا شايفين بدأ يطلع البابلز دي، افضل بقى ايه متابعاه، لان انا خلاص كده ايه هستنى عليه مثلا 7 دقايق وابدأ ان انا اشتغل. وصلنا للمرحلة دي، هناخد بقى بصوا، ناخد كده حبة كده صغيرين على كوباية مية مثلجة وننزل كده عشان نتأكد ان احنا كده السيرم او الشربات هيبدأ ان هو يبقى تمام قوي. هاجي اطلع كده السيرم او الشربات، هلاقيه بصوا نزل في الارضية تحت، وما قدرتش ان انا يطلع لي خيوط متماسكة. يبقى انا لسه هسيبه شوية كمان، خليكم معايا. انا عايزاها تبقى كده، شايفين مجرد ما نزلت في المية عملت ايه، يعني عملت اتجمدت يعني على طول. يلا بينا كده السيرم عندنا جاهز. مبدئيا بسم الله هنبدأ ننزل كده على طول، هي مرة كده مية المثلجة، بسم الله كده. شايفين بقى بنحط طبق، بسم الله.
طبعا وانتي بتعملي هتلاقي السكر بدأ يسكر معاكي. هنعمل ايه؟ هنفتح النار على درجة خفيفة قوي ونبدأ ان احنا نسيح تاني السكر واحنا واقفين قدام الكلام ده. انا كده ايه بس فصلت الكاميرا علشان اعرف اتحكم في ان انا امسك الفواكه والسكر ما يبقاش. انتي لازم اصلا تميلي الحله كده علشان بتبدا ان هي اول ما يعني بتحطي الفاكهه مش بالطول اول قطعه زي اخر قطعه، واحنا عايزين يا دوبك نحطها مره واحده بس، ما تحطيهاش كذا مره علشان ما تعملش معاكي طبقات سكر كتير وتسكر معاكي. احنا كده خلصنا الكميه دي كلها اللي كانت معانا. هنبدا بقى ندخلها الفريزر. احنا هنسيبها كده ايه بس تتماسك، تجمد شويه وبعدين نطلع. على ما الفواكه بتاعتنا تبدأ ان هي تتجمد في الفريزر، نبص كده بقى ايه على الحلة بتاعتنا اللي السكر فيها. بصوا بدأ يتجمد لان طبعا ما كانش معانا ولا حطينا ملح ليمون ولا حطينا عصرة ليمون. طب ده هنرميه؟ لا طبعا حرام علينا. نعمل كده، نشغل النار تاني، نوطيها خالص لحد ما نبدأ نشوف. بصوا ان السكر هيبدأ يسيح معانا تاني اهو. بصوا بعد ما جمد بدأ يتفكك معانا تاني. اول ما يبدأ السكر يبدأ يتفكك كده هنبدأ ننزل بربع كوباية مية. بسم الله. هنديله تقليبة كده، نديله تقليبة. شايفين رجع تاني سيرم. هنعمل ايه؟ هنجيب ربع ليمونة ونبدأ ربع ايه نص ليمونة، ونبدأ ندي عصرة ليمون علشان ما يتجمدش معانا تاني. هنعمله شربات عادي زي اللي بنستخدمه في الحلويات. طبعا اللي في السيرم ده دي كانت بذور اسمها ايه الفراولة، يعني دي مش حاجة، دي حاجات بذور الفراولة مكان ما كنا بنشتغل بالفواكه. هنقلب بقى ونسيب السيرم عندنا ياخد السمك اللي احنا كنا عايزينه لنوع من انواع الشربات. احنا كده كده داخل علينا شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين، فاكيد هنستخدم طبعا ده شهر الحلويات. القطايف بقى والكنافة والبسبوسة، والناس بتعمل جلاش والحاجات دي، فاحنا مش هنرميها. هنسيب بقى كل الكمية دي تغلي على النار، واول ما يديني القوام اللي انا عايزاه بلاش نتقله قوي لان انا لسه هدخله التلاجة يقعد شوية، وبعدين اول ما يبرد هحطه في علبة مخصصة واحطه في التلاجة وهستخدمه عادي لانه كده كده اصلا كان مكان فواكه. الفاكهة بتاعتنا جاهزة للتقديم. يلا بينا نبدأ نجيب بقى. انا دي طريقة التقديم بتاعتي دائما في الستيكس، انا بعملها كده على طول. طبعا الحركة اللي كلنا مستنيين نسمعها اهي. شايفين جمال الفراولية بتلمع ازاي؟ هي دي الفواكه الزجاجية. طبعا مش محتاجة اقول لكم بصوا الجمال والحلاوة. انا اصلا بعمل الوصفة دي على طول وبقدمها بالشكل ده. بتقدميها في الحفلات. طبعا هي ينقص بس الوصفة ان انا ما جبتش عنب، ما لقيتش عنب. هي دي بس الحاجة الوحيدة اللي انا ما عملتهاش في الوصفة، لكن انا اصلا في العادي بعملها. بتستخدميها في الحفلات، في اعياد الميلاد، عندك ضيوف. بصوا شكلها حاجة كده خيال. عايزة اقول لكم ان هي هتبقى شكلها، الناس اللي بتهتم بقى بالديكوريشن في الاعياد الميلاد والحفلات، حاجة كده شيك وتحفة. هي دي اللي احنا بصوا. طبعا هي عشان ساقعة
نجرب اليوسفي. خطير. البرتقال برتقان خطير بمعنى كلمة خطير، جميل جدا. نجرب الموز. التفاح تقدري برضو تستخدمي تفاح، دي جوافة خطيرة. الليمون مش قادرة اوصف لكم جماله هو والبرتقال بصراحة، عشان انا بحب الحاجات المززة. اخر حاجة معانا الكيوي. احنا دقنا الفراولة، ندوقها تاني يعني عادي. بكده تكون خلصت وصفتنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناة يعمل لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.